وعد الجنود المصريين ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بشن الحرب عليهم ومقاومتهم حتى النفس الأخير وزعزعة الأمن المصري عبر الانتحاريين من رجال ونساء. والحمد لله عندنا استشهاديين يكفوا ان يخلوا مصر جحيم، مصر كلها. احنا ان كان عددنا قليل نستعين بالله عز وجل، الملائكة تقاتل معنا، يقينا في الله عز وجل اننا على الحق، فلن نستسلم. نحن قوم فالسيسي الحرب معاه خسران. كل جندي هيفضل مع السيسي اليوم مش هيفضل بكره. يعني اللي معاه اليوم لو فضل معاه بكره هيقتل بكره، واللي مش هنقتله منهم اليوم هنقتله بكره. احنا عارفين ان بيننا وبين فتح بيت المقدس الصلاه في القدس قتل السيسي وقتل الجيش المصري. نقتله منهم اليوم هنقتله بكره. احنا عارفين ان بيننا وبين فتح بيت المقدس الصلاه في القدس قتل السيسي وقتل الجيش المصري وقتل المرتدين وقتل الصليبيين نصارى مصر جدا جدا. يعني فهو يبشر بالمفخخات، باللاصقات، بالكواتم، بالاخوه بالاحزمه الناسفه. واحنا بفضل الله عز وجل عندنا كتير اخوه، كتير رجال ونساء يتمنون يعني يروح اجسادهم واجسامهم اشلاء في سبيل الله عز وجل من اجل تحرير بيت المقدس. الخطوه الاولى في تحرير بيت المقدس هي فتح مصر، ليس فتح سوريا ولكن فتح مصر.